السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بكم كمان مرة في افنان في البيت، ولكل ام وصاحبة وصديقة انت وجودك على القناة على راسي من فوق. كده جبت لكم كده يومي بمختصر، كان عشاء وغدا وفطار كده، كان حاجة كده جميلة. ربنا يا رب يديمها نعمة علينا، يا رب يحفظها من الزوال. كان العشاء بتاعنا كده عبارة عن قلية بطاطس، كمية بطاطس حلوة، حطيت عليها جبنة رومي وجبنة شيدر، دخلتها تحت الشواية كلها صح مع بعض وكده، وكانت بقت حاجة جميلة جدا. كانت عشاء خفيف كده على القلب، الحمد لله رب العالمين. وفي نفس الوقت قطعت برتقان وقطعت كده، ايوه قطعت برتقان وسخنت عيش وقعدنا كلنا بألف هنا، وقدمت طبق كده ايه اللي هو اللانشون المدخن. دخلت كده البلكونه ساعه الصبح الحمد لله. رحت قمت بنتي يا انت عندك نشير عايز يتلم، رحت لميته كده ونشرته لميته وطبقته. يا بنات معلش انا بس فصلانه شويه، بس يلا بقى يعني اعذروني. لميته كده وطبقته على طول وانا واقفه قبل ما ادخل على غدا. رحت ظبطت الشقه كلها قبل ما ادخل اقف في المطبخ، لان لو دخلت وقفت في المطبخ بنسى نفسي الصراحه. وتلوني بقى مثلا ايه اتلخمت والوقت جري عليا، ولقيت ابو مالك جه والشقه لسه ما اتظبطتش، او انا بجري في الشقه كده زي مجنونه. فقلت لا يا فنان، تظبطي اول حاجه الشقه وطبقي غسيلك وظبطي وطمني وشيكي على كل حاجه، وبعد كده ادخلي المطبخ بتاعك وانت بقى عيشي فيه براحتك. تمام احلى البنات. انا كده كنت بلم الغسيل، كان عندي كميه غسيل محترمه في اليوم ده، كنت نشره بلكونتين كاملين. البلكونه دي كنت حاطه فيها الغسيل الملون، والبلكونه التانية في اوضه النوم كنت حاطه فيها الغسيل الابيض. ولكن انا ما حبيتش الصراحه ان انا بصور معاكم في البلكونه التانية، علشان ايه؟ احتراما للجار. علشان دايما في جيران قاعدين عندي في البلكونه، ممكن لو صورت ولا حاجه ممكن يطلعوا معايا. فانا ما حبيتش كده الصراحه، ورحت كنست كده على طول البلكونه ولميت على طول كده، كان يلا جري في جري وجري. وبعدين قلت عشان تبقى كل حاجه عندي نظيفه ومرتبه. ما تنسوش بقى يا بنات الاستغفار والحوكله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دايما انا البلكونات عندي باخدها كل يوم، يعتبر يوم اكنس ويوم امسح، يوم اكنس ويوم امسح. وهنا كده كان بعد العشاء بتاعنا بالليل، صحيت الصبح زي ما انتوا عارفين طبقت الغسيل على طول. قلت يا بنتي يا افنان قبل ما تطبقي قبل ما تعملي اي حاجه اكنسي كده على طول الارض، عشان مثلا لو في رزايه في بطاطسايه في اي حاجه تبقى الارض حواليك نظيفه. وطبعا الكل من اول ما اقوم من النوم بحط في التلجيه بتاعتي المعروفه، علشان ملك طبعا ايه كل شويه ماما ميه ميه، فكل شويه بيقوم ناحيه الحنفيه. فطبعا احنا قعدتنا في الاوضه دي، فانا قلت يا بنتي يا افنان يبقى على طول حطي كده ميه فوق الكلمه، عشان ما يفضلش كل شويه يغلبك. دايما حاولي تسهلي على حياتك، لان فعلا الامومه صعبه وطلباتهم صعبه، وواحد اصلا بيوصل ان هو بيبقى تعبان ومش قادر يقوم اصلا من مكانه، ويبقى دايخ من كتر الشغل بتاع البيت او شغل الاطفال، بيجي بقى على طلب هايف زي ميه زي اي حاجه، تلاقيكي مثلا اتعصبتي اتضايقتي حسيتي ان المسؤوليه صعبه عليكي. هنا كده انا كنت بقسم الغسيل، اشوف مثلا مناطيل ابو مالك وحاجتي وحاجات مالك والكلام ده كله. فانا هنا كنت بظبط الغسيل وطبقته، وحبيت ان انا احطه هنا في قلب الاوضه دي، لان كان مالك عندي لسه نايم في قلب اوضه النوم. فانا حبيت ان انا كده انجز واخلص كده على طول، عشان اول ما بيصحى اروح مدخله الغسيل او اللبس اللي انا طبقته في الدولاب، واروح مرتب على طول السرير اللي كان نايم عليه، وكده اوضه النوم معايا خلصت. تمام يا احلى البنات. اهم حاجه كده على الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل الحاجات اللي بركنها على جنب دي ما بتطبقش، بتتعلق. ده طبعا قسم الفوط، وده طبعا حاجات ابو مالك، ودي اللي هناك اللي متطبقه دي مالك. فكده خلصت يعتبر من الغسيل الحمد لله. كده الاوضه عندي نظيفه، مفيش بس غير الايه الهدوم هتدخل في الدولاب بس لما استاذ مالك يصحى. دي كانت الصاله، مفيش بس غير الجلابيه بتاعت ابو مالك كان بيصلي قبل ما ينزل، فرحت قلت احطها مكانها ووضب كده السفره عشان تبقى عندي الصاله ايه نظيفه. ودي كانت علاجات، رحت رتبتها على طول كده، اخدتها في قلب الكيسه بتاعته. وازازه الميه دي قلت ادخلها المطبخ اغسلها واملاها ميه تاني واحطها في التلاجة. كده عندي الصاله خلصت واوضه الصالون خلصت، واوضه مالك عندي دايما نظيفه علشان ايه مفيهاش رجل كتير. بس دي اوضه النوم مش هقدر اقرب منها خالص الا ملاك يصحى. عندي الحمام مش باخده معاكم كتير، لان انا في اخر اليوم كده وانا واقفه في الحمام خلاص بقى اللي هو شطبت كل حاجه ورايا، وانا واقفه في الحمام كده على طول ايه بدعوكوا على طول وانا واقفه. الطبق اللي انتوا شايفينه ده كان طبق البطاطس بالجبنه، فانا استخسرت الصراحه الجبنه اللي كانت فيه، قلت بنتي يا اتنين يبقى مثلا تعملي فيه بيض اومليت ياخد من طعم الجبنه برضه. طبعا انا حبيت بقى زي ما انتوا شايفين كان المطبخ عندي نظيف وبيبرق كده، وكانت الرخامه عندي نظيفه. رحت جبت الطماطم والبصل والفاصوليا الخضراء واللحمه عندي ايه، وطلعت الحلل اللي عندي علشان بجهز كل حاجه علشان ابدا اشتغل في الغدا.
همسك بقى كده سلكة دي، قلت اخلص من الطبقين اللي عليا دول بتاع العشاء علشان ايه يعني اقف كده في المطبخ وانا مرتاحة. ما بحبش الاقي حاجة في الحوض الصراحة يعني. اصلا انا لسه هجيب اللحمه دلوقتي واروح شطفها كده شطفه بسيطه خالص. فانا قلت طبعا لازم افضي الحوض عشان طبعا انتوا عارفين اي حاجه تنزل من اللحمه كلنا انا مطمنه. بس طبعا اللحمه دي انا كنت مطلعاها من بدري شويه عشان تفك معايا، خدت منها قطع اللي هي على قد الغدينه، وبعدين قلت يا بنتي يا فنان حمريها كده في شويه زيت، وبعد كده رحت شايفين يا جماعه جمال اللحمه حقيقي. اللحمه دي وهي بتستوي او هي اصلا بتتشوح في الزيت كانت بتدوب كده معايا دوب، كانت قطعيه جميله قوي وعجبتني. اللهم بارك. هي دي كانت كمية اللحمة اللي احنا هناكلها، قعدنا الصراحة ناكل فيها 3 أيام يعني. دي كانت شطفة بسيطة، طبعا في بين ناس كتيرة ما بتشطفوهاش، بس أنا الصراحة برضه حتى من إيد الجزار من يعني بقى سحبة قرف برضه. طبعا حطيت كده حتة فيها علشان تدي دسامة كده وطعمة للحمة. شوح من كل النواحي زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده اللون والطعم والريحة. كنت بصوا بستنشق كده بقول لهم هاتوا الريحة كمان وكمان من كتر حلاوتها وجمالها. حطيت يا بنات علشان بقى كده انا هبدأ كده انهي معاكم الفيديو الصراحة بصوتي، وبعد كده احاول احط لكم موسيقى كده زي ما انتم متعودين معايا. انا حطيت ملح، لا طبعا ملح لا، حطيت فلفل اسمر وكمون وسبع بهارات وبابريكا والبصل والطماطم والفلفل. شوحتهم كده يجي ربع ساعة كاملين كده والغطا مقفول عليها لحد ما بصوا بقى لونها جميل وخطير. وعملت الرز الحمد لله وعملت الفاصوليا وهسيبكم بقى مع باقي الفيديو يا احلى البنات. وما تنسونيش بقى بالدعم في القناه واللايك، اهم حاجه اللايك يا بنات، والاشتراك في القناه. وطبعا اهلا بكم كمان مره في افنان في البيت. وبس كده، مع الف سلامه يا احلى البنات.